إيميل البستاني من أكبر الأغنياء في لبنان، عاش حياة الرفاهية، قصور، سيارات، طائرات خاصة، لدرجة أن الرفاهية اللي عاشها في الدنيا بغى يديها معاه حتى الآخرة. أمر الخدامة ديالو باش غيبنيو ليه قبر كيطل على أجمل منطقة في بيروت، وهنا غادي يجهز داك القبر بكل شيء، داك الشيء اللي غادي يحتاج، تلفازات، الثلاجة، المهم جميع أسباب الرفاهية. إيميل البستاني غادي يطلع في الطائرة خاصة ديالو وغادي يسافر بها، طائرة غادي تطيح به في البحر، وغادي تنفق ثروة كبيرة من قبل العائلة ديالو. غادي يجبدوا الطيارة، ولكن الجثة ديال إيميل ما غاديش تلقى لحد الآن. القبر اللي وجدوا لراسو ما غاديش يتدفن فيه. ما عمرك ما تتحدى الإرادة الله سبحانه وتعالى. كذلك القصة كتذكرني بقصة أغنى عائلة في العالم، عائلة روتشيلد، اللي كتمتلك نصف ثروات العالم وثلثين الماء العذب في الكرة الأرضية. روتشيلد امتلكوا كل شيء، وفي واحد النهار الأب ديالهم غادي يدخل الخزنة اللي كانت فيها الأموال وكان فيها الوثائق ديال الممتلكات ديال آل روتشيلد، بمعنى الخزنة اللي كتجمع الممتلكات ديالهم كاملة. الخزنة كانت كتفتح برقم سري فقط، شكون اللي كيعرفه؟ هو الأب وبعض الأبناء ديالو. روتشيلد غادي يدخل الخزنة، وهو في الخزنة ديالو كيطلع على الوثائق ديالو، كيشوف الممتلكات والثروات فين وصلوا. غادي تسد عليه الباب ديال الخزنة. الخزنة بطبيعة الحال كانت خزنة مصفحة، كانت عازلة للصوت، عازلة لأي حاجة، بقى كيدق تما وكيغوت بوحدو، ما كاينش اللي غادي يسمعوا. الابناء ديالهم فاش ما لقاوش قالوا ربما الاب ديالنا سافر ولا شي حاجه، فصافي هما منشغلين بالتجاره ديالهم، منشغلين بالمسائل ديالهم. هنا غادي يبقى الاب ديالهم محتجز في داك الخزنه اللي فيها جميع الممتلكات ديال آل روتشيلد، تيموت بالجوع والعطش. وكان الله سبحانه وتعالى كيقول ليه رغم السلطه ديالكم ورغم الجبروت ديالكم ورغم الثروه اللي جمعتي، انا قررت انني نمنع عليك الرزق ديالي. وهكا غادي يموت روتشيلد بالجوع والعطش في وسط الثروة ديالو وفي وسط الخزنة اللي فيها ممتلكات آل روتشيلد. وهذا الشيء هذا كيذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذا الشيء هذا كيبين أن الملك بيد الله، وأنه يرزق من يشاء ويمنع ذلك الرزق عن من يشاء. وهذا الشيء هذا كيبين حاجة واحدة، هي ضعف الإنسان والافتقار ديالو الله سبحانه وتعالى في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال وفي جميع الظروف. تحياتي لكم، السلام عليكم.